السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الحلوين متابعين مطبخ بنت البلد. النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة هنعمل حاجة حلوة. حاجة حلوة الأطفال كلها بتحبها وبيشتروها، وممكن تكون غالية جدا والكبار والصغيرين بيحبوها. مكوناتها بسيطة جدا. معايا علبة زبادي. أنا طبعا هقول المكونات وأنا شغالة. طبعا معايا علبة زبادي هنزلها، ومعايا كوباية ونص دقيق بس منخول كويس جدا، ممكن يكون منخول مرتين. ومعايا كمان نص كوباية تاني. انا بنزل كوباية، هاخد كمان نص كوباية دقيق. معايا ذرة الملح. معايا معلقتين حليب بودر، هو كيس يعتبر معلقتين. ومعايا معلقة لا انا لخبطت. ده حليب وده البيكنج باودر. بيكنج باودر حوالي معلقة صغيرة او نص معلقة كبيرة. بس مش هعمل حاجة تاني غير اني هجمع المكونات دي مع بعضها وهعجنها. طبعا حطيت ذرة الملح، الزبادي، ما حطيتش اي حاجة تاني اهو. وهعجن كل المكونات دي مع بعض. هنحط ايه تاني هقول لكم. طبعا بعجنها، انا ما حطيتش لا لبن ولا ميه ولا اي حاجة. هو علبة الزبادي واللبن البودر وذرة الملح والدقيق والبيكنج باودر. طبعا كنت حاطه كوبايه، شايفين ملزقه ازاي. هنحط كمان شويه. حد عرف انا بعمل ايه؟ او حد عرف انا بعمل ايه يقول لي. طبعا انا دعكتها كويس جدا اهي. هي لازم تكون ملزقه معايا. ممكن ما احتاجش كمان ايه، بقيت نص كوبايه الدقيق على حسب الدقيق. هي لازم تكون ملزقه بس ملزقه بسيط. انزل كمان بشويه دقيق اهو. طبعا هفضل ادعك فيها كده. ممكن ما اخدش ايه نص كوبايه الدقيق كلها اهي، عشان ممكن تكون الكوبايه جت كبيره. لازم تبقى ملزقه شويه. طبعا انا فضلت اتعافى عليها كده وادعكها كويس جدا. طبعا هي لازم تطلع معايا بصي ملزقه. طبعا بس مش ملزقه قوي، ملزقه بسيط، عشان خاطر احنا هنلمها تاني بالدقيق. شايفين عملت ازاي؟ طبعا هي مش محطوط فيها خميره، هي محطوط بس فيها بيكنج باودر ولبن بودر. طبعا لو لقيتيها ملزقه قوي كده ومحتاجه حبه دقيق، ممكن نحط ايه شويه دقيق صغيرين اهو. حبه يعني معلقه على حسب الدقيق، بس برضك مش عايزاها ايه مش ملزقه، لا لازم يبقى فيها نسبه تلزيق. طبعا اللي عنده عجان يضرب في العجان. انا عندي عجان بس بعملها لكم بايديا عشان الناس اللي ما عندهاش عجان. شايفين ملزقه. هعمل ايه بعد كده اهيت. لازم يبقى فيها نسبه التلزيق دي. هجيب كيس واحط على الكيس ده نقطه زيت اهي. شايفين نقطه زيت اهي على الكيس اهي، والمها. قدامكم اهي. فيها نسبة تلزيق بسيطة اهي. احطها وبرضك نقطة زيت على الكيس من فوق، وهسيبها ترتاح نص ساعة. اهو. طبعا هي ما فيهاش خميرة. انا هسيبها كده ترتاح نص ساعة، ونشوف بعد نص ساعة هنعمل ايه. وبعد ما عدى نص ساعة، طبعا انا جهزت الحاجة اللي انا هستعملها. طبعا محدش لسه عارف انا بعمل ايه. ادي العجينة معايا اهي. طبعا انا معايا
العجينة اهي، خليها معايا شوكولاتة اهو، اي نوع شوكولاتة عندي. بقطع الشوكولاتة دي قطع صغيرة، دي شوكولاتة بالحليب، شوكولاتة سادة حتت صغيرة كده. عرفت انا بعمل ايه؟ اي شوكولاتة طبعا موجودة عندك في البيت، شوكولاتة دارك، اي حاجة لو انت حابة تعملي دارك اعمليه. شايفين الشوكولاتة اهي، اقطعها حتت صغيرة، ممكن اقطعها اصغر كده كمان اهيت. دي فيها بندق اهي، اقطعها قطع صغيرة بالشكل ده اهي. المهم ان قطعت الشوكولاتة بالمنظر ده، وهركنها على جنب عشان نشوف هنعمل ايه مع بعض. طبعا السكينة موجودة معايا، معانا دقيق، رشة دقيق اهي، وبعدين هفرد العجينة. هفرد العجينة رقيقة خالص، وبعدين هي بتتفرد معايا على طول لان انا سبتها ترتاح حوالي نص ساعة. برضه حبة من فوق كده اهي اهي. معايا طبعا النشابة بعد كده، طبعا المكونات دي بكوباية ونص دقيق مع كوباية زبادي. طبعا العجينة جت كبيرة على المكان، انا ممكن اوسعه اشتغل عادي. وانا مش عايزاها رقيقة قوي. هفردها كويس جدا. طبعا انا فردت العجينه كويس جدا، بس قطعت منها حته عشان ابينها لكم اهي، بقت رقيقه خالص بالمنظر دوت. هبتدي بقى اقطعها، مش مشكله ان كانت عندي مدوره او طويله، مش مشكله، انا اخدها من النص من هنا كده اهو بالمنظر ده. هبتدي بقى اعملها ايه، زي سمبوكسات مش مشكله طبعا. بصوا بقى الجزء ده انا هاخده اعمله ازاي كده اهو اهو بالمنظر ده، تبقى بالشكل ده اهي. اخدها بالعكس المنظر ده اهي، بالشكل ده طبعا اهي. اخد دي، ممكن اعملها على 3 بس بالراحة خالص اهي اهي. المهم تطلع بالمنظر ده. هبتدي اعمل ايه بعد كده بقى، نجيب الشوكولاتة
والفها بالمنظر ده، شايفين اهي كده كده. ابتدي ابرمها بالمنظر ده اهي، وابتدي احطها على ورق زبده، او لو عايزه ارش شويه دقيق في صينيه واحطها عادي مفيش اي مشاكل. المهم هتطلع بالمنظر ده اهو. ادي حته الشوكولاته، اقفل على الشوكولاته كده بالمنظر ده اهي. اهم حاجه اقفلها كويس جدا بالمنظر ده. طبعا كده انتوا عرفتوا انا بعمل ايه. ده ميني مولتو. طبعا الاطفال بياخدوا ال4 جنيه ولا ال5 جنيه، ينزلوا يجيبوا لي كيس ميني مولتو فيه 4 5 وحدات. شايفين اتعمل في البيت. اخلص الكميه دي واوريكم هنعمله ازاي. على فكره ممكن احشي كمان جبنه، مش شرط ان انا احشي شوكولاته اهو. ممكن يتعمل اي حجم، ممكن يتعمل كمان حجم اكبر بالمنظر ده اهو. شايفين اهم حاجه انا اقفل على الشوكولاته كويس جدا بالمنظر ده. ابتدي الفه اهي، شايفين بالراحه اهو اهي بالمنظر ده. ومعايا دي طبعا اخلص الكميه دي كلها. وممكن بدال قلنا حشو شوكولاته ممكن نحشي جبنه. هي سهله اللف يا جماعه اهي. هخلص الكميه دي واوريكم هنسويه ازاي. وادي الميني مولتو بعد ما خلصته من كوبايتين دقيق، كوبايه ونص دقيق، عملت الكميه دي مع كوبايه زبادي. طبعا فاض كام واحده حشيتهم جبنه. هنشوف بقى الوقت هنقليه ازاي. هنقليه في الزيت، بس الزيت يسخن معايا شويه وهبتدي اقليه، وهيطلع احلى ميني مولتو ومش هيطلع شارب زيت، والاطفال كلها هتحبه. يلا نقليه مع بعض. يلا نستنى الزيت ما يتقدح. يلا بينا بقى نقليه مع بعض اهو. الزيت سخن جدا، زيت غزير وسخن. انزل فيه المولتون او الكرواسون بالمنظر ده. وهوطي عليه النار شويه وهسيبه بقى ايه يستوي، ونشوف هيطلع عامل ازاي. اديني اهو طلعت الكروسون او الميني مولتو. طبعا عايزه تعمليه صغير تعمليه، عايزه تعمليه كبير اعمليه، كل واحد براحته، مش شارب زيت خالص. هطلع بقيته. مكوناته كوبايه ونص دقيق، كوبايه زبادي، معلقه بيكنج باودر، ذره ملح، لو مثلا وكوب معلقتين لبن ميدو بس. حطيتش اكتر من كده. عجنتها مع بعض، حطيتش لا ميه ولا لبن، سبتها ارتاحت شويه. بعد ما ارتاحت شويه فردتها بالنشابه وقطعتها وحشيتها شوكولاته، تحشوها جبنه زي ما انتوا عايزين بالمنظر ده. وليها طريقه تانية هعملها لكم في الفرن بمكونات تانية وبطريقه تانية. بتحط لها المره التانية بتحط لها بقى ايه خميره، انما دي حط لها بيكنج باودر بس، انما التانية بتحط لها خميره وبيكنج باودر بس. بتعمل في الفرن. بس دي طريقه سهله وبسيطه، بتاخد ان شاء الله 10 دقايق بس. قولي الحكايه نص ساعه ترتاح العجينه وبألف هنا. نطلعها مع بعض ونشوف هنقدمها ازاي. وادينا خلصناها بالمنظر ده. شايفين الميني مولتو الكروسون طبعا، شايفين الشوكولاته فيه. طبعا هو سخن مولع. بصوا الشوكولاته، طبعا عامله شوكولاته بيضه. طبعا هما يقول لك ايه باظظ باظظ خالص. شايفين الشوكولاته
يلا جربوا الطريقه، واللي تعجبها الطريقه لايك وشير وسبسكرايب. تابعوا اي حاجه انا بنزلها. اسهل طريقه لعمل المولتو من مطبخ بنت البلد. ممكن يتشال كده في الفريزر، وما تعوزوا تطلعوه تسخنوه في الميكرويف. بألف هنا. السلام عليكم.